أنا إلينا مرات ميخائيل بوبكوف اللي بيقولوا عليه أشهر سفاح في روسيا. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة الاعترافات اللي ميخائيل اعترف بيها. إزاي بس جوزي اللي كان زوج مخلص وأب بيحب بنته جدا وضابط شرطة محترم يكون بالإجرام ده؟ أنا مش مصدقة إن حبيبي ممكن يكون في الحقيقة قاتل متسلسل، ويا ريته قتل واحدة ولا 2، ده بيقولوا إنه قتل 82 واحدة. طب إزاي بس يا ناس؟ حد يقنعني. أنا هحكي لكم الحكاية من أولها وإنتم قولولي أنا ليا حق في إني أصدق كل الجرايم اللي جوزي اعترف بيها دي ولا لأ. ميخائيل اتقبض عليه وهو عنده 53 سنة، وقال في اعترافاته للشرطة إنه ابتدى يقتل في الستات من سنة 1992، وآخر جريمة ارتكبها كانت سنة 2010، وإنه في خلال 20 سنة قتل 82 واحدة، وأعمار البنات والستات اللي قتلهم كانت ما بين 17 ل 38 سنة. ولما زمايله في الشرطة سألوه عن الدافع ورا ارتكابه لجرايم القتل، قال إن اللي خلاه يرتكب الجرايم دي هو إنه كان عايز يطهر مدينة إنجراسك اللي كنا عايشين فيها، واللي كانت قريبة من منطقة سيبيريا في روسيا، من الستات اللي بيبيعوا نفسهم. وقال إنه ارتكب كل جرايمه بدافع من ضميره، لأنه كان عايز يشوف إنجراسك مفيش فيها أي مخالفات أخلاقية. طب لو هو فعلا قتل الستات دي علشان السبب ده، يبقى ليه كان بيغتصبهم قبل ما يقتلهم زي ما تحقيقات الشرطة أثبتت؟ وأثبتت في التحقيقات كمان إنه كان بيقطع كل واحدة منهم بطريقة مختلفة، فكان بيقطعهم يا إما بسكينة يا بفاس يا بمفك. أنا بجد مش قادرة أتخيل إن المجرم اللي ارتكب الجرايم دي كلها هو حبيبي ميخائيل. وحتى بنتنا كاتيا اللي دلوقتي عندها 30 سنة وبتشتغل مدرسة أطفال، متأكدة إن أبوها اللي طول عمره بيعاملها بحب وحنان مستحيل يكون هو السفاح اللي اغتصب وقتل كل البنات والستات دول. وعلى فكرة بنتي ما شافتش أبوها من سنة 2015 لما اتحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل 22 واحدة. وبنتي قالت لي بعد ما عرفت الحكم اللي اتحكم على أبوها إنها نفسها تزوره وتبص في عينه وتسأله هو حقيقي إنك أنت يا بابا اللي قتلت البنات دي كلها؟ وقالت لي إنها متأكدة إن أبوها بريء. لكن ضباط الشرطة عرفوني إن ميخائيل في اعترافاته قال إنه كان عايش حياة مزدوجة، وإنه في حياته الظاهرة للناس كان ضابط شرطة ملتزم بتنفيذ القانون، وفي بيته كان أب حنين وزوج بيحب مراته وبيخاف عليها وعلى بنتهم. أما في حياته التانية كان بيرتكب جرايم القتل اللي بسبب شغله في الشرطة كان بيعرف كويس ازاي يخفي اي اثر لجريمته، وازاي يقدر يتخلص من جثث ضحاياه من غير ما يسيب وراه اي اثر. وقال في التحقيقات ان انا وبنته ما كناش نعرف اي حاجة عن حياته التانية من قتل وعنف ووحشية. وقال انه كان بيخدع الستات بعربية الشرطة وبيخليهم يركبوا معاها العربية، ودايما كان بيختار ضحاياه من الستات اللي كانوا بيبقوا ماشيين لوحدهم بالليل في الشارع وبيبقى باين عليهم إنهم ستات مش محترمين. واعترف إن بعد ما الضحية كانت بتركب معاه عربية الشرطة كان بياخدها لمنطقة مقطوعة وكان بيغتصبها، وبعد كده كان بيقتلها وبيقطع جسمها وبيدفن أجزاء جسمها في أماكن بعيدة عن بعض، وفي منهم اللي كان بيدفنهم من غير ما يقطعهم. وقال في التحقيقات إن شغله في الشرطة سهل ليه الوصول للأسلحة اللي كان بيقتل بيها ضحاياه، فكان بيقدر بسهولة إنه يدخل لمخزن الشرطة اللي فيه الأسلحة اللي بيصادروها من المجرمين، وكان بيختار من المخزن الأسلحة اللي هيرتكب بيها جرايمه، وكان بيستخدم كل سلاح مرة واحدة بس، وبعد ما بيخلص على ضحيته بيه كان بيمسح من عليه بصماته ودم الضحية وبيرميه في منطقة بعيدة عن المكان اللي ارتكب فيه جريمته. وكمان قال في التحقيقات إن حياته كمجرم كانت كلها مغامرة وإثارة، لأنه كل يوم بالليل كان بيخرج بعربية الشرطة وما بيبقاش عارف هو هيقتل مين لحد ما يقابل ضحيته. وكمان قال إنه كان بيحط إيده في شنطة العربية، والسلاح اللي كان بيطلع في إيده كان بيقتل بيه الضحية من غير ما يكون اختار السلاح ده قبل ارتكاب جريمته. والمضحك في الموضوع إنه قال إنه كان رحيم جدا مع ضحاياه، وعلشان كده ما فكرش إنه يخنق أي واحدة فيهم لا بإيديه ولا بالحبال. وكمان مفيش ولا واحدة من اللي قتلهم ضربها بالنار. وكان ميخائيل
ميخائيل أوقات بيربط بين حياته معانا وحياته التانية كقاتل متسلسل. يعني مثلا لما مدرسة الموسيقى بتاعت بنتنا كاتيا علت صوتها على البنت لأنها ما كانتش حافظة السلم الموسيقي، ميخائيل اتضايق منها علشان شاف بنته بتعيط بسببها، فاستناها وهي مروحة بالليل وقدر إنه يقنعها تركب معاه العربية، وبعدها ضربها على راسها بحديدة واغتصبها بعد ما ماتت، وبعد كده رمى جثتها في الغابة جنب الست اللي قتلها قبلها بساعتين. وبعدها ركب عربيته وراح السوبر ماركت يشتري لي الطلبات اللي كنت طلبتها منه قبل ما ينزل. ولما وصل للسوبر ماركت اكتشف ان شارة الشرطة بتاعته اختفت، فرجع تاني للغابة وساعتها لقى الشارة بتاعته جنب جثة مدرسة الموسيقى، ولقى البنت التانية اللي افتكر انه قتلها لسه فيها الروح، فخد الجاروف اللي بيحفر بيه قبور ضحاياه من شنطة العربية وموتها بيه علشان يتأكد انها ماتت. وبعدها خد الشارة بتاعته بكل هدوء من الأرض وركب عربيته ورجع البيت وحضر معايا العشاء. وقدرت الشرطة إنها تقبض عليه سنة 2012 واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة في شهر يناير سنة 2015، وكان وقتها متهم بقتل 22 ضحية كلهم ستات. وبعد ما اتحكم عليه وقف وقال للقاضي على فكرة أنا قتلت 59 واحدة غير ال 22 اللي حكمتني على قتلهم بالسجن المؤبد. ومش بس كده، ده كمان اعترف بكل الأماكن اللي دفن فيها ضحاياه، والغريب في الموضوع إنه كان فاكر اسم كل ضحية منهم وذكر بالتحديد أسامي ضحاياه، وكان فاكر كل واحدة منهم كانت لابسة إيه يوم ما قتلها، وكمان كان فاكر إكسسوارات ولون لبس كل واحدة فيهم والسلاح اللي قتل كل واحدة بيه. أصله كان ذكي جدا وكان ضابط شاطر وبيحب شغله وما كانش بينسى أبدا، وكان دايما هو اللي بيفكرني بتفاصيل صغيرة حصلت بينا من أكتر من 25 سنة. ولأن القضاء الروسي ألغى حكم الإعدام فما كانش فيه حكم ممكن ميخائيل يتعاقب بيه أكتر من إنه يتسجن مدى الحياة. وبعد ما اتحكم على ميخائيل الصحافة سمته مجنون أنجارسك، لأن كل جرايمه كانت في مدينة أنجارسك، المدينة اللي كنا عايشين فيها. ولما سمع حكم القاضي عليه ما كانش متضايق، لكنه اتضايق جدا لما رئيس الشرطة عرفه إن رتبة الملازم اتسحبت منه وإنه اترفد من شغله، وده خلاه متضايق جدا لأنه كده مش هيقبض ال 258 جنيه استرليني اللي كان بيقبضهم كل شهر، ولا حتى هياخد معاشه بعد ما يوصل لسن الخروج على المعاش. لكن لما عرف إنه كسر الرقم القياسي للسفاح أندريه اللي كان راعب روسيا كلها، هدي وارتاح وابتسم ابتسامة مخيفة.